اهلا بيكم في سلسله فيديوهات اتعلم انجليزي مع الخواجه من الصفر. الحلقه الثانيه اللي ما يعرفش فده كورس انجليزي مجانا تماما هتتعلم فيه الانجليزي من الصفر ان شاء الله. تاني عشان ناكد ان الكورس هيكون مكون من 10 حلقات وكل حلقه هتكون من 10 ل 15 دقيقه، واوعدك ان بعد الكورس ده مستواك هيختلف 180 درجه في الانجليزي، بس التزم بكل حاجه بنقولها في الكورس. دي الحلقه رقم 2. لو ما كنتش اتفرجت على الحلقه اللي فاتت انصحك انك تروح تتفرج عليها وبعد كده تعالى اتفرج على الحلقه الثانيه. قبل ما نبتدي الحلقه انا مبسوط جدا بكل التعليقات للناس اللي حبت الفيديوز، وان شاء الله نكمل مع بعض واحاول ان انا اساعدكم ان انتوا تطوروا من الانجليزي بتاعكم. يلا بينا نبتدي حلقه النهارده. قبل ما نبتدي حلقه النهارده عايز اقول لك ان ممكن يكون في اكزامبلز صعبه شويه وهديلك وقت انك تكرر ورايا كل حاجه. عايزك تأفور زي ما انا بقول بالظبط وكرر ورايا كل حاجه انا بقولها. طيب احنا هنتعلم بقى ايه النهارده؟ هنتعلم الارقام من 1 ل 20 ازاي ننطقهم وهناخد عليهم شويه امثله. هنتعلم حاجه في الانجليزي اسمها البروناونز. pronouns هي الضمائر الشخصية. تاني هنتعلم مع بعض الجمل الأساسية هتساعدنا في الإنجليزي في حياتنا اليومية كل يوم، والأهم من كل ده هيكون فيه تمرين لتثبيت المعلومات. بس أهم حاجة عايزك تكتب لي في التعليقات في آخر الفيديو جبت كام إجابة صح. يلا بينا نبتدي. كلمة أرقام بالإنجليزي معناها numbers. numbers numbers. الأرقام في الإنجليزي سهلة جدا ودي أهم الأرقام اللي لازم نتعلمها. 1 2 3 ومش عايزك تقول 3 كأنك بتقول ثاء. 3 4 وما تقولش 4 5 وما تقولش 5. المرة اللي فاتت اتعلمنا ازاي ننطق حرف ال V فهي 5 6 7 8 9 10 مش 10. خلينا بقى ندخل على العقدة بتاعتنا وهي الأرقام من 11 ل 20. 11 12 ومش 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 وتقدر تقول 20 بس لو حابب تتكلم أسرع فهتقول 20. لاحظوا ان الارقام من 13 ل 19 بتنتهي بكلمة teen. 13 14 15 16 17 18 19. بعد 20 ممكن اقول 21 22 23 ورقم 30 هو 30 او 30. رقم 40 هو 40 أو 40. رقم 50 هو 50. رقم 60 هو 60. رقم 70 هو 70 أو 70. رقم 80 هو 80 أو 80. رقم 90 هو 90. لو عايز أقول مثلا رقم زي 73 هبتدي بالرقم الكبير الأول اللي هو 73. يلا بقى عشان اسالك كام سؤال عشان نثبت المعلومه واتاكد ان انتوا فهمتوا 100%. تفتكروا لو عايز اقول رقم 65 هقول ايه؟ 65. برافو عليكم. لو عايز اقول رقم 48
48 لان 40 هي الاكبر وبعديها ال 8. 48. لو عايز اقول رقم 92. 92. برافو عليكم. زي ما قلنا نحط ال 90 الاول وبعدين نحط ال 2 فتبقى 92. يا ترى ايه العدد اللي معناه رقم 13؟ 13. برافو عليكم. ازاي نكتب العدد 7؟ لو كنت جاوبت صح فبرافو عليك. الحلقة اللي فاتت خلصنا ABC، الحلقة دي خلصنا الأرقام. يلا ندخل على الضماير وهي البروناونز. بروناونز يعني ضماير. يعني ايه ضماير في الانجليزي؟ الضماير هي كلمات بنستخدمها بدل الاسماء بتساعدنا ان احنا نتكلم انجليزي اسهل واسرع. يعني مثلا زي ما بقول في العربي احمد بيلعب كورة فبقول هو بيلعب كورة. او لو عايز مثلا ان انا اوصف احمد ان هو ذكي بدل ما اقول احمد ذكي بقول هو ذكي. الضمائر في الانجليزي مقسمه لثلاث حاجات: subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns، وهنتعلمهم ان شاء الله في حلقه النهارده. هم الثلاثه. السبجكت pronouns اللي هم I, you, he, she, it, they. الضمائر دي بنستخدمها عشان نتكلم عن الناس او الاشياء، وعاده الضمير بيجي في اول الجمله. تعالوا بقى ناخد امثله وحاولوا ترددوا ورايا عشان تطوروا من الانجليزي بتاعكم. معظم الوقت I بتاخد am، فبقول I am a teacher. I'm a teacher. لو عايز اختصر بقى كلمة I و am ممكن اقول I'm a teacher. I have a car. I have a car. I have a car. I like football. I like football. You are a student. You are a student. You are a student. وما بقولش student. You are a student. You have a book. You have a book. You like music. You like music. He plays football. He plays football. معظم الوقت لو حطيت he وحطيت بعديها verb بحط الverb s. He plays football. He has a dog. He has a dog. She is smart. She is smart. She likes coffee. She likes coffee. it بقى بنستخدمها الهو أو هي بس الغير العاقل. It's a cat. It is a cat. لو عايز أقولها بسرعة فبقول It's a cat. It's raining. It's raining. It's a big house. It's a big house. It's a big house. We are friends. ومش بقول friends. We are friends. We live in Egypt. We live in Egypt. We love learning English. We love learning English. They هما أو هن. They are happy. They are happy. They are happy. They play tennis. They play tennis. They play tennis. يلا ندخل على جزء الضمائر الثاني وهو ال object pronouns. ال object pronouns مكونة من me, you, him, her, it, us, them. هتلاقي دايما معظم الوقت ان ال object pronouns بتستخدم زي العربي ضمير المفعول به. الضمائر دي بنستخدمها بعد الفعل لما حد بيعمل لحد حاجة. She called me yesterday. She called me yesterday. They helped me. They helped me. She gave you a gift. She gave you a gift. She gave you her number. She gave you her number. I saw him at the mall. I saw him at the mall.
They invited him to the party. They invited him to the party. I called her yesterday. I called her yesterday. He teaches us. He teaches us. They helped us with the project. They helped us with the project. She gave them a book. She gave them a book. We visited them last week. We visited them last week. يلا نخش على الضمائر الثالثة وهي ضمائر الملكية possessive pronouns. ضمائر الملكية هم mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. الضمائر دي بتوضح ان الحاجة دي بتاعت مين ودايما بتيجي في آخر الجملة بدل الاسم. This book is mine. This book is mine. The red car is mine. The red car is mine. The bag is yours. The bag is yours. The house is yours. The house is yours. The wallet is his. The wallet is his. The phone is his. The phone is his. The dress is hers. The dress is hers. The laptop is hers. The laptop is hers. The house is ours. The house is ours. The project is ours. The project is ours. The toys are theirs. The toys are theirs. يلا بقى ناخد شوية تمارين عشان نثبت المعلومة وزي ما قلنا تكتب لي جبت كام إجابة صح. السؤال الأول بيقول space I'm going to school. يا ترى أستخدم إيه؟ أستخدم he, she, I ولا they؟ I am going to school. السؤال الثاني أحمد is my friend. Space is kind. يا ترى أستخدم إيه؟ He is kind. السؤال الثالث منى and I are best friends. Space love to read. We love to read. السؤال الرابع ايه هو الضمير من الضمائر دول اللي بنستخدمه للحيوانات والاشياء؟ it هي اللي بنستخدمها للاشياء والحيوانات. ايه هو الضمير الصح اللي المفروض استخدمه للجملة دي؟ My mom loves. My mom loves me. The bike belongs to Ali. It's. The bike belongs to Ali. It's his. عشان ضمير للملكية. This is my house. It's. لأن البيت ملكي فبقول it's mine. النهارده زي ما وعدتكم إن إحنا اتعلمنا الأرقام من 1 ل 20 وخدنا الأرقام الأساسية وبعد كده خدنا الأرقام من 30 ل 90 وعرفنا إزاي نستخدمهم بالظبط في جمل. خدنا الضمائر وعرفنا إزاي نستخدمهم في جمل. أخدنا جمل أساسية يومية وعملنا تمارين عشان نثبت المعلومات اللي إحنا خدناها. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وبعتوا الفيديو ده لأكتر ناس حابة إن هي تستفاد وتطور نفسها في الإنجليزي. أشوفكم في فيديو جديد مع الخواجة.